بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج دردشة رمضانية. مشاهدينا الكرام، لوجبة السحور في رمضان أهمية كبيرة حتى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. الكثير من الناس يحافظ على هذه الوجبة، ولكن يختلفون في طريقة تناولها وفي أنواعها. جاهزين ندردش اليوم عن وجبة السحور؟ خلونا نتعرف على العديد من الآراء. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة قاعد ندردش عن موضوع مهم في شهر رمضان المبارك، عن وجبة السحور، والتقينا أحد الشباب. نتعرف عليك. اسمي محمد عادل ممدوح من مصر. الله يحييك محمد، وما شاء الله من مصر. خلينا ندردش معاك شوي عن السحور. أولا، الوجبة اللي تتناولها في السحور. أنا بتناول زبادي وفول ولبن، يعني وجبة خفيفة. جميل، حلو. الوجبة الخفيفة، إيش السبب أنك تتناول وجبة خفيفة في السحور؟ عشان يعني ما أملأش بطني وأعطش وأنا في الصيام. حلو. طيب، إيش الفرق بين الوجبات المصرية والوجبات السعودية؟ يعني ما في فرق يعني. بالنسبة للسحور؟ عادي. السعوديين بيتسحروا الكبسة واللحمة لا، إحنا ما بنتسحر كبسة ولحمة وهيك. عشان بتجيب؟ بعطش كتير الصبح. يعطيك العافية يا محمد. ومشاهدين الكرام، الشباب يختلفون كثيرا، وأيضا حبايبنا في مصر يعتمدوا على الوجبات الخفيفة لعدة أسباب، وندردش مع آراء جديدة. متابعينا الكرام، وتتواصل الدردشة عن السحور في رمضان، ومعنا أحد الأخوان. نتعرف عليك. علاء محمد القطوي. حياك الله. على من وين؟ من اليمن الشقيق. من اليمن، حياكم الله. أهل اليمن عندنا في السعودية. بما أنك في اليمن، دردشتنا عن السحور، خلينا ندردش معاك شوي عن السحور في اليمن والسحور في المملكة، والفرق بين الوجبتين من خلال أنواع الوجبات. والله بالنسبة للسحور هو ما هو فرق كثير بيننا وبينكم، طبعا لأنك عارف إن إحنا دولتين شقيقتين يعني. اللهم بس أكلات تختلف، حاجات بسيطة ما هي بذاك الكثر يعني. وزي ما تعرف السحور وجبة رئيسية يعني، وزي ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني قدموا الفطور وتعجلوا السحور يعني. فالوجبات يعني وجبات خفيفة، ما تكون ثقيلة، على أساس تعرف عشان النوم وكذا وهذا يعني. طيب، لو تذكر لنا أصناف متعددة أو بعض الأصناف اليمنية اللي استخدموها اليمنيين في السحور. والله هي تختلف صراحة من منطقة لمنطقة يعني. ممكن مثل منطقة عندك ممكن الحين يصلحوا عندك بنت الصحن، عندك الشفوت. في مناطق تختلف، يحبون يتسحرون على السلتة وعلى العصيد، ومناطق على الكبسة زي عندكم هنا. فهي تختلف من منطقة لمنطقة. يعطيكم العافية. نتمنى لكم إن شاء الله إقامة جميلة في السعودية، وإن شاء الله صوم مقبول وإفطار شهي وسحور أيضا شهي، وربنا يوفقكم إن شاء الله على قضاء الطاعات في هذا الشهر المبارك. يسلمك ويعافيك. شكرا جزيلا وشكرا على المقابلة الحلوة هذه. يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مكان آخر ودردشة مع وجبة السحور. أيضا متابعينا الكرام، خلال الدردشة عن وجبة السحور التقينا مجموعة من الشباب ونتعرف عليهم. منصور انقدام، محمد انقدام، أحمد انقدام. حياكم الله جميعا. وفي برنامج دردشة رمضانية اليوم قاعد دردش عن موضوع معين، وهو وجبة السحور في رمضان. كثير من الشباب يحافظ على هذه الوجبة، أيضا كثير من الشباب يهملها للنوم أو للانشغال بأمور أخرى. راح نتعرف معاكم كل واحد عن طريقة نظامه في السحور. والله يعني السحور يعني ما اعتمد على السحور في الصيام يعني. مرة اتسحر مرة ما اتسحر. الأسباب اللي تخليك ما تتسحر؟ يعني يمكن أكون متعشي متأخر وكذا ما اتسحر. طيب، برضو نفس الشيء، بس إن أحيانا يكون السحور لازم يعني مع الأهل أو مع الوالد، يعني يجبرك إنك تتسحر عشان أو تشرب موية عشان حلو الجامعة. أي عشان الجامعة. الاجتماع مع الأهل عندكم في البيت متواجد. أيوة. يعطيكم العافية. طيب. لا، أنا عندي السحور وجبة أساسية، يا العشاء آخره للسحور، أو إني أتعشى على طول بعد التراويح أو قبل التراويح، يكون الفطور سوا
بس السحور لازم ضروري ضروري ما له. يعطيك العافيه. طيب انا اتوقع السحور لازم صراحه، لاني كنت خلاص ما راح تتعشى، بتفطر وبتنتظر لين السحور، العشاء ما راح تتعشى. يعني اخر وجبه قبل الصيام السحور لازم تتسحر. يعطيك العافيه. طيب ببدا معاك في نوع الوجبه اللي تتناولها في السحور. يعني اذا كان في البيت اغلب شيء يمكن يكون رز او وجبات كذا خفيفه، يعني كذا. اما اذا كنت مع الشباب طالع وجبات من مطعم او شيء كذا. طيب اللي عنده الوجبه اساسيه في السحور. وجبة أساسية أكيد أغلب شيء يكون عشاء. أنا أكثر شيء أخر العشاء للسحور، فأكيد إيه أكيد يكون رز وكذا ولبن وحركات حلوة. يعطيك العافيه. طيب أنا بالنسبة للوجبة الأساسية عندي في السحور تكون الرز بالربيان، طبعا إن شاء الله كل من يدي أنا الوالدة الله يحفظها. وعندي الوجبة يعني يكون معه لبن أحيانا، ويكون أحيانا ما يكون بعد في رز. تكون وجبه خفيفه. أحيانا تكون وجبة خفيفة إذا كنت متعشي متأخر، يعني حق موية شيء خبز توست كذا يعني يعطيك الله يعافيك حبيبي. ناخذ منصور. والله السحور يكون يعني معروف يعني عند العالم ان الرز الوجبه السحور. يعني الكبسه. الكبسه. طيب يعطيكم العافيه. اذا مشاهدي الكرام كانت دردشتنا حلوه مع الشباب اللي يختلفون من شخص الى اخر في المحافظه وفي نوع حتى السحور. يعني بعضهم يفضل الوجبه الدسمه وبعضهم يفضل الوجبه الخفيفه. وايضا ملاحظه جميله الاجتماع مع الاهل في وجبه السحور. خلونا ننطلق وندردش مع مجموعه اخرين وناخذ اراء اشخاص اخرين. متابعينا الكرام، خلال جولتنا في هذا البرنامج ودردشتنا عن السحور في رمضان التقينا أحد الأخوان. نتعرف عليك. حماد الظاهري من المدينة المنورة. الله يحييك يا حماد. واليوم عندنا دردشة عن وجبة السحور في رمضان. بما أنك في المدينة المنورة خلونا ندردش معاك عن السحور في المدينة المنورة وأنواع الأكلات اللي دائما أهالي المدينة المنورة يتناولونها في وجبة السحور. بإذن الله. بالنسبة للمدينة المنورة، أنا بصرف النظر عن أهالي المدينة المنورة وعن الطريقة والغذائية لأسلوبهم الأمثل وذا، أنا لي طريقتي الخاصة صراحة. يعني بالنسبة لطريقتي أنا إنه الفطور يكون خفيف حتى الواحد بإمكانه يستعين على أداء العبادة اللي هي التراويح، ثم فيما بعد التراويح بإمكانك برضو تتسحر مبكرا بعد التراويح. يعني يكون عشاء. اي نعم، عشاء باكر بعد التراويح، ثم قبل الفجر بامكانك تاخذ اي شيء خفيف، والحمد لله والشكر. يعطيك العافية. نتمنى لك إن شاء الله صوم مقبول وإفطار شهي، وجبة سحور تكون خفيفة حتى يكون الصوم أيضا خفيف عليك، وإن شاء الله ربي يوفقك في أداء الطاعات في شهر رمضان المبارك. آمين يا رب العالمين، ونتمنى لكم الخير إن شاء الله. أيضا مشاهدينا الكرام، الأطفال لهم نصيب في دردشتنا عن وجبة السحور في رمضان. نتعرف عليك. عبد الرحمن. عبد الرحمن. عهود. سارة. محمد. نورة. طيب اليوم قاعد ندردش ونسولف عن وجبة السحور. أكيد تصومون. طيب إيش الشيء اللي تاكلونه على وجبة السحور؟ أنا آخذ سمبوسة على جبنة. السمبوسة مع الجبن. يعني شيء خفيف. شيء خفيف. زيها خفيف. ممتاز. موية وتمر. تمر. موية. ممتاز. طيب إيش السبب أنكم تأكلون شيء خفيف على السحور في رمضان؟ عشان الصايم؟ إيه عشان الصايم. ما يثقل على نفسه. عشان يأكل بعدين إذا ذا المغرب. يا سلام، يعطيكم العافية. إذن دردشة حلوة وبرنامج يعطي الجميع المشاركة. أيضا متابعين الكرام، من خلال دردشتنا عن وجبة السحور التقينا. نتعرف عليك. محمد علي عسيري. حياك الله يا محمد عسيري. أيضا معك ابنك مشعل محمد. مشعل. اليوم قاعد ندردش عن وجبة السحور في شهر رمضان المبارك. بما أنك من مدينة أبها، حدثنا عن طقوس وجبة السحور في رمضان عندكم. بالنسبة لكم أنتم في المنزل كيف تجتمعون على السحور، أو متى يكون موعده؟
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما بعد، فنتمنى إن شاء الله أن الله يلحقنا برمضان إيمانا واحتسابا، ويجعلنا إن شاء الله من المقبولين عند رمضان. بس طال عمرك السحور أو الفطور. فالفطور طال عمرك أغلبية فطورنا في البيت أكلات شعبية، ونجتمع بها أنا والعائلة والأولاد كلنا مع بعض، ثم نذهب طال عمرك إلى صلاة المغرب، ثم بعدها طال عمرك نذهب إلى صلاة التراويح، الله يجعلنا وإياكم المقبولين عند الله. ثم بعدها طال عمرك اللي يقرأ في القرآن، واللي يصلي، واللي طال عمرك يتقضى له لزوم من السوق. ثم بعد وصل على وجبة السحور. طبعا نحن العائلة كنا موجودين، نتناول طعام على حدود الساعة 3، الساعة 3:30. ثم بعدها بارك الله فيك نغير جو شوية، أو سواليف مثل ما تخابر ودردشة مع الشباب طال عمرك، اللي طال عمرك إني يتهيأ لنا وقت صلاة الفجر، ثم تناول الصلاة إن شاء الله في المسجد. كلنا أنا والبزران، وأنا بصفتي أنا أصلح للدوام من الساعة 10 إلى الساعة 3، وعلى هكذا. يعطيك العافية. طيب خلينا ندردش مع مشعل شوية. مشعل، تصوم في رمضان؟ ايوه. طيب تتسحر؟ ايوه. إيش الوجبة اللي تحب تاكلها في السحور؟ كبسة؟ ايوه. قول الكبسة يلا. الكبسة. طيب الكبسة وجبة مشهورة في السعودية، وغالبا ما يتسحرون كبسة، عشان كذا راح نتجه إلى مكان آخر ودردشة مع شخص آخر. متابعينا الكرام، تتواصل دردشتنا عن وجبة السحور في شهر رمضان المبارك. نتعرف عليك. عرفات عبد الله منصور، قائد من اليمن. حياك الله، وأهل اليمن حبايبنا المتواجدين عندنا في المملكة العربية السعودية. بما أنك في اليمن، اليوم قاعد ندردش في برنامجنا عن وجبة السحور في رمضان. دردش معنا شوية عن وجبة السحور في اليمن. في اليمن احنا عندنا اصلا وجبة السحور هي نسوي الوجبة السحور هي طبعا زي الفتة مع المرق مع زي كذا اللحم او دجاج، تمام. بعدين نتقهوى بعدها بالسحور. كمان عندنا وجبات شعبية زي العصيدة، زي السلطة الحارة، زي المقلقلات زي كذا. وبعدها بعد ما ناكل وجبة السحور كامل نجلس ندردش شوية مع الأهل لما يأذن لصلاة الفجر، نطلع على طول نصلي صلاة الفجر. يعني قريب جدا من المملكة المتواجدة في السحور. قريب جدا من المملكة المتواجدة في السحور أكيد. يعطيكم العافية، ونتمنى لكم إن شاء الله صوم مقبول وإفطار شهي وسحور شهي أيضا. آمين. الله يبارك فيك، هذا من طيبك. الله يرضى عليك. مشاهدينا الكرام، راح ننتقل إلى مكان آخر في دردشة جديدة وموضوع السحور في رمضان. دردشتنا مستمرة متابعينا الكرام، وللأطفال نصيب الأسد في هذه الحلقة، وراح نتعرف عليهم. تركي محمد العضاضي. عبد الله منصور العسيري. ريما محمد العضاضي. يوسف منصور العسيري. طيب أنتم ما شاء الله صغار سن، ورمضان قادم وداخل علينا. اليوم قاعد نتكلم بس عن وجبة السحور. إيش الشيء اللي تأكله على السحور؟ أكل خبز ولبنة وتمر. يا سلام. أكل تمر ولبن وحليب. يا سلام. أكل خبز ولبن وتمر. خبز وجبن وطحين. يا سلام. طبعا اتفقتم على الوجبات الخفيفة. إيش السبب أنك تأكل وجبة خفيفة على السحور؟ ليش يعني ما تعطيها كبسة عشان ما يعورني بطني. جميل، عشان تصوم وبطنك خفيف. عشان نصوم، عشان بعدين بطني عوري وبعدين آكل ميت. يا سلام عليكم، يعطيكم العافية، وإن شاء الله نتمنى لكم إن شاء الله شهر رمضان جميل وممتع وفيه وناسة وبسطة، وما تنسوا يعني تقرأوا القرآن والصلاة في المسجد. يعطيكم العافية. إذا مشاهدي الكرام، يلا ندردش في مكان جديد ومع حبايب وحلوين آخرين. متابعين الكرام، الدردشة مستمرة عن وجبة السحور، والتقينا الأخ. نتعرف عليك. عيسى بن غيث محمد القوزي. عيسى، حياك الله يا أستاذ عيسى. اليوم ندردش في برنامجنا اسمه دردشة رمضانية، وقاعد ندردش عن وجبة السحور في رمضان. وجبة السحور مهمة جدا، وأوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم
ودنا تدردش معنا شوي عن هذه الأهمية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكركم كل الشكر على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته، وأن يبلغنا رمضان، إنه على كل شيء قدير. بالنسبة لوجبة السحور، هي تعتبر وجبة ميزت بها هذه الأمة عن بقية الأمم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها هذه الأمة، وقال أنها تفترق بها هذه الأمة عن الأمم السابقة بهذه الأكلة، أكلة السحور. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بأن تؤخر هذه الوجبة ويعجل بالفطر. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه. اللهم آمين. طيب دردش معنا شوية عن الأنواع أو الوجبات اللي أنتم تحافظون عليها في المنزل ومن صناعة المنزل في السحور. والله هو المشهور يعني أنه وجبة السحور تكون على الأرز والدجاج، وأحيانا تكون يعني بعض الأطعمة الخفيفة، ونحن نتقيد يعني بالسنة قدر ما نستطيع، يعني أن يكون آخر الطعام بعض التمرات وقليل من الماء. يعطيكم العافية، نتمنى لكم إن شاء الله قضاء شهر رمضان في عبادة وطاعة، وإن شاء الله نتمنى لكم صوم مقبول وإفطار شهي، ووجبة السحور إن شاء الله تكون لائقة للصائم بحيث أن يقضي يوم في رمضان جميل إن شاء الله ومبارك، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. الله يسلمك، بارك الله فيك، شكرا على هذا اللقاء. أيضا متابعينا الكرام، لا زلنا في الحديث والدردشة عن وجبة السحور في شهر رمضان المبارك، والتقينا أحد الأخوان. نتعرف عليك. معك معي محمد الأحمري من محايل العسير. الله يحييك، وأهل محايل العسير الحقيقة يعني بما أنك من أهل محايل، حدثنا شوي عن وجبة السحور عندكم في محايل العسير. والله وجبة السحور كالمعتاد، يعني كبسة. طيب كبسة دجاج. الكبسة وجبة ثقيلة، وكثير من الناس يفضل الوجبة الخفيفة. إيش السبب هل اعتاد الجميع على وجبة الكبسة في السحور؟ والله يا أخي تعرف الرز يعني قلت وجبة أساسية يعني. مهم يعني للصائم. مهمة يعطيك السعوديين خاصة، الخليجيين. يعطيك العافية. بالفعل يعني وجبة الكبسة مشهورة عند السعوديين والأخوة الخليجيين، وأيضا الدردشة مستمرة ومتواصلة. خلونا ننتقل لمكان آخر. مشاهدينا الكرام، من خلال هذه الحلقة التقينا الأخ، نتعرف عليك. علي الصالحي. الله يحييك أخ علي. اليوم قاعد ندردش عن وجبة السحور في برنامجنا دردشة رمضانية. لو تحدثنا شوي عن وجبة السحور، يعني أهميتها، وجبة السحور زمان، أنواع السحور، متى الوقت المناسب للسحور، هل أنت من المحافظين على هذه الوجبة؟ والله يا أخي شوف، وجبة السحور وجبة شبه أساسية، قدام الرسول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، ولكن تختلف من منطقة إلى منطقة، وكون إني أحرص عليها أكيد إني أحرص عليها أنا وعائلتي وأولادي، ونحاول نكون مع بعض يعني على أساس إنه يكون لها نوع من النكهة الخاصة للعائلة. بالمفرد أشوفها شوي. طيب بالنسبة للوجبات، يعني لو تعطينا مجموعة مسميات عن الوجبات قديما وحديثا. قديما ما أكون يعني أذكر من هالشيء إلا إحنا على السن والحاجة زي كذا، ممكن إنه القلبية والدارجة في الوطن العربي وفي السعودية عندنا بالذات يعني هو الرز واللحم والدجاج، يعني هذا الوجبات الرئيسية، هذه اللي تتكون منها يعني غالبا تكون منها. طيب توصية، نبغى منك توصية كذا للمشاهدين عن وجبة السحور. والله وجبة السحور أنا أحرص عليها شخصيا وأوصي بها، يعني أنت تعرف في الوقت الحالي إحنا داخلين على الصيف، ووقت الصيف أطول نهار، يعني يمكن تمتد معك إلى 14 ساعة، يعني لو حسبت في بعض المناطق يحتاج يعني الصائم إنه يعني يكون مستعد. إنه يكون مستعد، وتكون وجبة فيها فيتامين وبروتينات وحاجات زي كذا، يعني يستفيد منها لأنه الجسم يحتاج بالذات في الصيف سوائل وما شابه ذلك.
يعطيك العافية، ونتمنى لك إن شاء الله صوم مقبول وإفطار شهي ووجبة سحور دسمة كما تحب، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. شكرا. رمضان كريم. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، والتي دردشنا فيها عن وجبة السحور في شهر رمضان المبارك. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة وموضوعات عديدة. كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.